أمير صدق الحضارة تخضع للشروط النظامية العالمية. هنا قمت باستكمال الثغرة ووضحت المراحل التي نقوم بها. في البداية نأخذ لونترين، ثم نقوم بمرحلة ثانية فوق العملية البدائية الأولية. يسد هذه الثغرة، هذه هي عملية الترميم. نستعمل غراء خاص وهي مادة كيميائية كذلك تخضع للشروط النظامية العالمية للحفظ. وعملية الترميم تعطي للوثيقة مثانة وتعطي لهيكل الورقة صلابة تسمح للباحث في انه يقوم بالتعامل مع المكان المخطوط او كانت